والمؤمنين عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل بالمؤمنين الحاضرين في هذا المسجد جميعا، تقبل منا جميعا خطواتنا وصلاتنا وعملنا ووقوفنا بين يديه في هذا المكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تخذل الكفر والكافرين يا جبار السماوات والأرض. كن لهذه الأمة وليا ونصيرا معينا وظهيرا يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم جميعا وتقبل منكم جميعا. جيوشها وأسلحتها إلى صدور الصهاينة الغاصبين المجرمين لتحرير أرض الأقصى ثم للتصالح مع ربهم ومع شعوبهم. على هذه الأنظمة أن تبدأ فورا وحالا أن توجه الجيوش والأسلحة إلى صدور المجرمين، إلى صدور الصهاينة الغاصبين. الرسالة السادسة للصهاينة المجرمين: لا أمن لكم ولا استقرار لكم فوق أرض فلسطين حتى تغادروا أرض فلسطين وتعود الأرض إلى أهلها وإلى سكانها الأصليين. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! خيبر خيبر يا يهود! جيش محمد سيعود! 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 خيبر خيبر. آخر رسالة وهي الرسالة السابعة لعلماء وخطباء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليهم أن يقوموا بالواجب في تعبئة الأمة لنصرة قضية المسجد الأقصى وقضية الشعب الفلسطيني المجاهد. على العلماء وعلى الخطباء أن يتحملوا مسؤوليتهم في تعبئة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة قضية المسجد الأقصى وقضية الشعب الفلسطيني عامة. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم وأن ينصرهم وأن يسدد رميهم. آمين والحمد لله رب العالمين.